أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سيغادر تربص الخضر خلال الساعات القليلة المقبلة. وتعرض ابن سبعيني لإصابة خلال الشوط الأول من مباراة الخضر الودية أمام بوليفيا. وقال الفاف في بيان رسمي: منح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء اليوم الأحد الضوء الأخضر للمدافع رامي بن سبعيني لمغادرة تربص المنتخب الوطني المقام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بوليفيا، وأجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 19 تاركا مكانه لزميله محمد أمين توفاي. قرار المدرب جاء بناء على الفحوصات التي أجراها مدافع نادي بوروسيا دورتموند، وأكدت استحالة لحاقه بمباراة الخضر المقبلة يوم الثلاثاء المقبل أمام جنوب إفريقيا بملعب نيلسون مانديلا ضمن إطار الدورة الودية الدولية. وهنا نصل إلى نهاية الفيديو. انتظرونا في قادم الفيديوهات إن شاء الله.